مرحبا متابعيني الحلوين، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله كله بخير. اليوم نزلنا فيديو جديد. اليوم نزلنا طريقة عمل الشرك بالحلقوم. طبعا انا نزلته من قبل بساعة ونفس الطريقة، بس المرة حشيناه بالحلقوم وبالتمر. هسه خلينا نشوف مقاديرنا. انا عندي هذا طبعا هو مو كيلو طاحين، هنا هذا الباكيتات مكتوب عليه 750 غرام، يعني كيلو الا ربع. وعندي هذه المواد اللي جافة، هي الخميرة والحليب الباودر والسكر. اثنين من الحليب الباودر، اثنين من السكر، وحدة خميرة. ضفنا عليه هنا قلاص من المي، يعني مي دافي. ونمزج المواد حتى تتفاعل عندنا الخميرة. عندي نص قلاص الشاي. طبعا زيت راح اضيفه واخلي شوية اجمع بيه العجينة. بعدين هسه انا نخلت الطحين، لازم نخلطها بشي، واضيف عليها رشة ملح قليلة. هذه هي مكونات الشرك. طبعا مكوناتها جدا بسيطة. قلت لكم انا نفس الطريقة اللي نزلتها من قبل بساعة، بس هالمرة ضفنا شيء الإضافة، يعني بس الحليب الباودر نفس طريقة اللي أنا سويت سابقا. سويت الشرك بس ما خلينا بيه شي، يعني ما حشيناه بشي. بس هالمرة ضفنا الحليب الباودر، هذا هو الفرق مالته. بديت أعجن بيه. طبعا قلت لكم أنا خليت قلاص من المي، أنا ما خليت، تقريبا ضل بي ربع بالقلاص. هم راح أضيف لنا هذا الباقي، أقل الربع. وأبدي أعجن بيها. بعد أنا ما احتاجت يعني مي وخليت لها، بس إذا يعني تحتاج عاد تضيفوا لها. أكو يعني هي أنواع الطحين، أكو يحتاج وأكو ما يحتاج. إحنا نضيفها تدريجيا حتى إذا تحتاج نضيف، وإذا ما تحتاج وإذا احتاج الطحين هم تضيفون عادي، يعني ماكو مشكلة. فراح اعجنها بهالطريقة هذه. دائما انا اقول لكم طحين الصفر نعجنه كل الزين. انا راح اخليها على الطاولة وبقى قليل من الزيت اخليه واعجنها. شوفوا شلون عجنتها بهالطريقة هذه، عجنتها على الطاولة، خليت لها بس اللي بقى شوية من الزيت. شوفوا عجينتها كلش حلوة. طبعا العجينة لا كلش مايعة ولا قوية، عجينة وسط. فراح اتركها تختمر. اني طبعا تاخرت عندي بقى ساعتين، خمرتها لقيتها كلش يعني مختمرة. خليناها بهذا النايلون وندفيها. هسه راح نسوي الحلقة. خليت انا قلاص من السكر وقلاص نفسيته، قلاص مي، قلاص سكر قلاص مي. نبدي نخليه يفور، يعني شلون اللي الشيرة، بس نخلي له شوية رشة لامندوزي حتى ما يشكر عندنا. هذه رشة قليلة، لا تضيفون اكثر يصير حامض. وقلت لكم راح نسوي يعني شلون الشيرة لازم يعني يذوب عندنا ويصير شلون الفقاعات بيه. نخلي له النشا. أنا كمية قليلة سويت. إذا تردون حلقوم يعني يسوون أكثر نفس الطريقة، بس تضعفون المقادير. يعني تضيفون 2 سكر، 1 من المي، تضيفون 1 نشا، يعني تملون القلاص نشا. أنا هسه هذا نص قلاص، طبعا نص شوي أكثر من النص من النشا، وضفنا عليه مي وخلطناه، يعني ذوبناه وضفناه. وهذه رشة الفانيلا للنكهة. إذا أي نوع النكهة اللي عندكم الحلوة تضيفونها. خليت أنا هذه الفانيلا، إذا سائلة عندكم. هسه شوفوا بهالطريقة هذه شلون يعني ثخن عندنا. راح نضيف عليه هم هذا نص قلاص من السكر، واذوبنه واضيفه اللون اللي يعجبكم، اي لون، الاحمر، الماروني، الاخضر، الاصفر، اي نوع تردون تخلونه. هذا شوية عندي شلون اللون الشوندري، لون كلش طاغ. هسه كمل عندي. طبعا انا راح اصبه، اخلي عندي نشا مخليه، يعني هيك قالب بنشا ونضيفه نصبه وهو حار. العجينة قلت لكم تأخرت عندي ساعتين. طبعا كلش لقيتها مختمرة ويعني طالعة من الطاسة، لقيتها يعني شلون اللي سايلة. فوخرت عنها الهواء وبدينا نكور بيها ونشنقها. هذه الصينية أنا مخلية بيها طحين حتى ما يلتصق عندنا. راح نسويها. سويت أنا هذا الحجم هذا كلش كافي، وأغطيها يعني يرتاحن ونبدي نشتغل بيها. صار أني عندي قلت لكم هو كيلو إلا ربع من الطحين، صار عندي 15 وحدة من الشرك. أنا سويته الحلقوم طبعا سويته بشكلين، هو نفس الطريقة بس غيرت اللون. يعني اللون صار ماروني طاغ، ولون خضار سويته، وسويت بالتمر يعني. هسه قلت لكم أنا خليت النشا وصبيته وهي وحارة. طبعا أنا شوية الحلقوم مو كلش خليته يعني شلون اللي يصير يتماسك عندنا كلش قوي، لا خليته يعني شوية شلون اللي مايع، حتى احنا راح نحشي بيه الشرك مو كلش قوي، يعني شلون يصير مطاطي. لا، اذا تردون يصير مطاطي تضيفوا له سكر اكثر يصير مطاطي، بس انا ما كثرت له. هم حالاته مو كلش حلو والحلاوه مالته زينه، وهم خليته يعني يصير مطاطي، يعني يصير قوي. آه،
فقلت لكم اني الحلقوم نفس الطريقة، سويت بعد شكل ثاني سويت بالاخضر، راح نحشيها بالاخضر وبالهذا الماروني او الاحمر، طبعا هو صار شلون لون الشوندري، ونسويها بالتمر. الانواع الحشوات اللي انتم تحبونها اللي تغيرون باللون، يعني لون الحلقوم اللي قلت لكم الاصفر الاخضر الاحمر اي نوع تبدلون به. ففتحناها بهالشكل هذا، نخلي الطحين لان شويه تلزق بايدينا، وفتحتها وخليت هذا الحلقوم بداخلها، يعني نخليه بالنص ونسدها بهالشكل هذه، يعني شلون من نسوي الفطائر نفس الطريقه، ونرد نغربل بيها حتى كلش يعني نطلع عنها الهواء ما يبقى بيها هواء، ونلفها بهالشكل هذا، نسويها يعني دائرة. أهم شي نسد الأطراف، وراح نقصها بالسكينة، نسوي لها نطلع الحلقوم حتى يصير لها نقشات حلوة يبين بيها الحلقوم بهذه الطريقة. طبعا ها طريقته جدا سهلة للترك. أنا صار عندي 15 بس، أول صينية ورا ما طلعت من الفرن ريحتها طالعة وكلش حلوة، فطبعا ما حصلتها حتى ما لحقت أصورها، أخذوها من عندي بسرعة. طبعا أكلوها، ظلن صار هن 15، ظلن عندي 10. هي كل صينية سويت بيها 5 من التمر، 5 أو أكثر من الحلقوم بالأحمر، إحنا أكثر شي سوينا لأن شوية شكله أحلى، وسويت الأخضر. هسه حشيتها هذا التمر، طبعا شوية خليت طحين بإيدي لأن التمر يلزق بإيدينا، أنا هذا صفيته عن النوى وخليت له حمسته بالدهن الحر، طعم كلش طيب. ونفس الطريقة هم نسد الأطراف مالتها، ماكو فرق، بهالشكل هذه نطلع بهالطريقة هذا حتى يطلع عنها الهواء، ونرد نغربلها، وهم نسويها دائرية ونقصقصها. وخليتها هسه أنا عندي الصينية، احنا بدون ما نعلق الفرن لان احنا لازم شوية نخليهن يرتاحن، يعني شلون اللي يختمرن عندنا. انا لما كملت الكمية كلها يعني ما خليتهن يختمرن اكثر، كملتهن 3 صواني قلت لكم صارن عندي، فدخلتهن الفرن. يعني أنا الفرن ياخذ صينيتين والصينية الثالثة ظلت بعدين، وهم نفس الطريقة نقصها لا تخلونها تختمر يعني كلش هواية، ما يحتاج. طبعا انا اسوي بهن اختمرن هذا شكلها، هذا اللي بالتمر، وراح اسوي بالحلقوم الاخضر. هسه كملن ذني عندي بالحلقوم الاحمر واللي قلت لكم بالتمر ذني. عندي هذا صفار البيض، خليت عليه خل الابيض حتى ما يبقى زفر، او عندكم القهوة، واذا ما تحبون البيض ضيفوا حليب وتدهنون بيه، او تضيفون عليه شوية قليلة من القهوة يطلون كلش حلو، وندهن الوجهية يعني يطلون كلش حلو. بس انا عندي الصفار يصير اللون مالته احلى رأسا، يعني شلون اللي بسرعة يستوي عندش، يعني الصفار يستوي فيصير لونه بلمعة، يصير لونه كلش حلو. هسه اني طبعا علقت الفرن، هذا قلت لكم كملت 3 صواني، يعني تقريبا ضليت اشتغل بيهن، ضل عندي نص ساعة قبل لا ندخلين الفرن، ضل نص ساعة برا، بس غطيتهن بشي نايلون حتى يعني ما يجف عندنا. فدهنتهن هسه وراح ندخلهن الفرن بدون ما نضيف لهن سمسم لو اي شي. خليهم طبعا بالفرن على نعلق الاسفل والاعلى، انصى شيء عندكم بالدرجه تخلونه، لا تخلون ان تصير النار عاليه كلش راسا، يعني يستوي عندكم ما يلحق يعني شلون اللي ينفش. ذني سويت بالحلقوم الاخضر وذني بالتمر، وهم راح ندخلهن الفرن. فهذا عندي الصينيه الثالثه، قلت لكم انا صار عندي 3 صواني. هذا اكثر شيء احنا سويناها بالحلقوم الاحمر، شويه شكله حلو، وندخلهن الفرن. قلت لكم اني طبعا هو الافران حسب انواع اللي عندكم انتم تعرفون درجة، بس انا اقول لكم قللوا لا تخلون النار عاليه. هذه هسه كملين عندي، هذه طلعناها اللي هسه الصينيه، طبعا اخر وحده اللي سويناها هاي الصينيه، وبعده حار مو كلش طبعا يطلع عندنا بسهولة، لا بعده حار يعني يلتصق بالورق. هذا الورق الزبدة دائما طبعا تجيني تعليقات يقولون من تشترينه، انا اشتري من سوبر ماركت من العطار، طبعا هو متوفر وين ما كان اللي يبيع مواد منزلية هم نلقى عنده، وسعره 1000 دينار رخيص. واذا ما متوفر عاد تدهنين الصينية بالزيت وتخلينه، هم ماكو مشكلة، هم يطلع عندش. بس من طلعنا من الفرن وبعده حار ما يطلع عندش بسهولة، لمن يبرد تغطينه ويبرد يلا يطلع عندش.
شوفون ايش قد طلعن سهلات وحلوات وشون يتلامعن. انا هذا احب الصفار لاني شويه اسوي بهن لمعه. اذا تردون تخلون لمعتهن تصير اكثر تضيفين يعني شلون اللي الشيره تسوينها خفيفه مي وشكر وتفورينه وتدهنين بيه الوجه. اول بدايه يظل يلزق بايدك بس بعدين ورا ما يبردن لا بعد ما يلزق يعني بايدك. اذا عندك الزبد هم تدهنين بيه الوجه ميطي لمعه بس انا نهائيا ما مخليه شيء. وشوفوا يعني اللمعه بيهن لمعتهن كلش حلوه وشون منفشات وحلوات يعني شوفوا ايش قد منفشه وطريقتهن جدا سهله. انا يعني سويتها بمواد يعني متوفره ان شاء الله بكل بيت وطريقه يعني كلش بسيطه يعني مو مكلفه متكلفش هوايه. هذه الصينيه الثانيه بس اول وحده طبعا طلعتها من الفرن راحت ما لحقت حتى اصورها. هذا بعد حار ما يطلع عندي بس اللي بردا طلع عندي بسهوله. هذه ام التمر شوفوا شكلهن ومنفشات وكلش حلوات. ذني هسه صار عندي 10. هذه يعني طريقتي وإن شاء الله عجبتكم هذه الطريقة وتجربونها وتنجح عندكم. إذا نجحت عندكم الطريقة يا ريت تكتبوا لي بالتعليقات. وبعد شغلة ثانية هم دائما تجيني يقولوا لي إحنا ما عندنا الأوفن بالبيت يعني إلا الأوفن يلا نقدر نشتغل. لا أنا دائما أشتغل بالفرن مالت الغاز يعني على الغاز. الفرن الغاز أحسن شغلة من الأوفن. أنا يعني دائما أسوي بيه الفطائر أسوي البيتزا أسوي الشركة. هسه أنا هذا مسويته بالفرن مالت الغاز. قلت لكم أنا دائما أستخدم الفرن الغاز عندي أحسن يعني من الأوفن. شوفون قد طريات وحلوات. هذه بقت عندي أصغر وحدة شكلها كلش حلو. هذه هم راح افتحها قدامكم وشوفوها شلون هشة او حلوة من داخلها وموزعين بها الحلقوم. احنا مرات نشتري من برا يعني يا دوب تحصلين بيه قليل حاطينه محشينه بالحلقوم بس يعني شكل بس بداخله ما بي حلقوم نهائيا. هذا انت تقدرين تسوينه بالبيت الحلقوم ما يخسرك هواية يعني مجرد بس النشا ماكو بيت ما بيه نشا لان احنا دائما نستخدم النشا والسكر هم متوفر واللون يعني حتى لو تردين تسوينه بالحلقوم الابيض اذا جهال تحب الحلقوم تقدرين يعني تسوينه حلقوم ابيض. تضيفي له بس البغراش هم يعني اخر شي تضيفين فوقها البغراش يطلع هم كلش حلو. يعني اللون احنا نشتري هاي الالوان مو غالية طبعا هي هذه يعني صحية هاي الالوان احنا ناخذها. هذه سويتها بالاخضر شوفوا ايش قد هشة وحلوة. شوف يعني شلون داخلها شوفوا ايش قد منفشة. طريقته جدا سهلة وناجحة 100% وإن شاء الله يا رب عجبتكم هذه الطريقة وتجربونها. وإذا أول مرة تزورون قناتي أتمنى تشتركون بيها وتفعلون الجرس حتى يصلكم كل جديد. وتحياتي لكل يتابعني ونقلكم سهمكم العافية ومع ألف سلامة.